لما تعزم صاحبك على أول يوم رمضان في السحور. ألو، السلام عليكم. ازيك يا منس؟ عامل ايه؟ بقول لك يا منس، ما تيجي نتقابل النهاردة نتسحر مع بعض؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو الحنكيش؟ عامل ايه واخبارك ايه؟ وماله يا عم نسحر مع بعض؟ لا طب ما تجيني انت احسن، انا منتظرك هنا. ازيك يا منس؟ عامل ايه واخبارك ايه؟ وحشني والله يا راجل. تسلم ايدك يا معلم. السحور كان 10/10. غريب انت يا حموكش. في ايه يا منس؟ محسسني ان انت مقطع السمكة وديلها. بتسحر ليه بقى طالما انت ما بتصومش؟ هيبقى يعني لا صيام ولا سحور؟ هو انا خلاص بقيت كافر للدرجة دي؟ وبعدين هتعملهم عليا ولا ايه يا منس؟ وبعدين هتعملهم عليا ولا ايه يا منس؟ ما انت كل رمضان بتفطر لك 5 ايام و6 ايام في رمضان يا منس. المفروض كمان تصوم الشهر كله، مش تاخد 5 ايام و6 ايام من رمضان تفطرهم كده. وكمان يا حموكش ساعات ببقى تعبان، وكمان لازم يكون ليا عذر. لا يا اسطى، انا عندي مبدأ: يا اصوم الشهر كله يا ما اصومش. والله يا حموكش الصراحة الصيام بيبقى صعب في نهار رمضان، خصوصا شوية المية الواحد بيشربهم أثناء الوضوء، زمان الواحد يكون مات. اللي يشوفك يا منس ايام رمضان وانت بتصوم وتصلي وتقرا قرآن ما يشوفكش في ايام السنة. بص يا حموكشة، ما هو الشياطين في رمضان بتبقى متسلسلة، ما بلقاش اللي بيوسوسني في دماغي فبلتزم في رمضان. الدور بقى على اللي مفيش شياطين وبيفطر برضه، العيب فيه هو مش في الشيطان. ملاحظ ان كلامك جارح يا منس. سمعت معلومة امبارح ان الصيام في الارجنتين 5 ساعات بس. 5 ساعات بس؟ بتفكر في ايه يا حموكشة؟ بفكر ان قد رمضان النهارده عند خالتي ام ميسي. بص يا ابو الحنكيش، شهر رمضان ده ما بيجيش الا مرة واحدة في السنة، عايزين نلتزم بيه، وكمان بيغفر لك ذنوبك، مفيش فرصة احسن من كده. ويا عالم هنلحقه السنة الجاية ولا لا؟ والله عندك حق، لازم اصوم السنه دي. الحنكيش هي ركاعة على اول سنة، هتصوم السنة اللي بعدها، هتصوم والسنة اللي بعدها هتصوم، لحد ما تلاقي نفسك عزيمتك قوية، وبعد كده تلاقي نفسك بقيت تصوم على طول من غير ما تفطر في ايام رمضان. اتفقنا يا صاحبي. هيا منس، انا صايم زي ما اتفقنا. طب صليت الظهر يا اسطى؟ بصراحه لا، ما صليتش الظهر. ما كده يا حموكشة مش هينفع لك صيام من دون صلاة يا حموكشة. بص يا حموكشة، قوم اتوضى وصلي، وامسك المصحف اقرا فيه قرآن عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك. وكمان يا اسطى ما ينفعش ان انت تقضيها نوم كده بدون صلاة. قوم اتوضى وصلي وامسك المصحف واقرا فيه شوية قرآن لحد اذان المغرب. هي اخواتي، وانا مصاحب الشيخ محمد حسان. حاضر يا اسطى، هقوم اتوضى واصلي الظهر وبعد كده اقرا شويه قران. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. منس، يا عم رمضان طلع سهل أهو يا عم، مش متعب ولا حاجه، الصلاه سهله جدا اهو. كمان صليت الظهر وكمان قريت شويه قران ومش حاسس باي حاجه من الجوع خالص. الله ينور يا حموكشة، وانا كمان قمت صليت الظهر وقريت شوية قرآن، وبرضو ايه كمل لحد المغرب.
كمان يا حموكشة، لو انت وراكش حاجة دلوقتي ممكن تقدر تريح لك شوية، وقبل المغرب كده بساعة ولا حاجة تنزل الجامع تقرا شوية قرآن وتصلي المغرب جماعة، وبعد كده ايه تروح تفطر. ماشي يا اسطى، سلام بقى دلوقتي، يلا. ايه ده؟ كل ده ما عداش الا نص ساعة؟ ايه ده الوقت طويل ليه كده؟ حموكشة، يا ولية، هو المغرب أذن؟ مغرب ايه اللي هيأذن الساعة 3 بقى يا حموكشة؟ ده لسه الساعة 3. تعالى معايا يا حموكشة عشان تغير الأنبوبة، لأن الأنبوبة خلصت وأنا بعمل الفطار. لا يا ست، أنبوبة تولع في وشك ونخلص منك. جاية تقوميني علشان أغير لك الأنبوبة؟ إن شاء الله ما اتغيرت. يا أخويا الراجل ماله يا أخويا، عم بيعمل لي كده. حماكشة قوم غير لي الأنبوبة علشان الأنبوبة خلصت وأنا بعمل الفطار. يا شيخ هيجيلك أنبوبة تولع في وشك. يا ستي، عايزة حاجة مني تاني؟ لا يا حبيبي، لا شكرا، بس تعبت. يلا اصحى حبيبي عشان تقوم تصلي العصر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي غالية، ما انت كنت ماشية من الصبح حلو، هنزقزق من دلوقتي، ده لسه بقى 4 ساعات على المغرب. استغفر الله العظيم يا ولية، لسه الواحد صايم. خصمك ايه وصالحك ايه؟ يا ولية حرام عليك، ده انا صايم وانت مشغلة الشيف شربيني بقالك ساعتين. يا ولية ارحميني، انا صايم. خلي عندك دم يا ولية. بص يا حموكش، انا النهارده هعمل لك صينية رقاق باللحمة المفرومة، انما ايه، هتاكل صوابعك وراها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه منس، ايه الدنيا معاك؟ يا اسطى كلها ساعتين، صبر نفسك كده بذكر ربنا كده واقرا شوية قرآن، هتلاقي أذان المغرب كده يأذن، وبعدين كده ايه افطر. عارف يا منس، صراحة الصيام صعب، بس الصيام متعة في رمضان. أولا بتحس إن أنت بتعمل حاجة حلوة في حياتك. ثانيا إن أنت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ثالثا إن أنت حارم نفسك من الحاجات الموجودة اللي أنت بتاكلها على طول. بتشرب في أي وقت براحتك. لازم نعود نفسنا إن احنا نبتدي نصوم، وكمان إن احنا بنحس بالناس الفقراء، وكمان لو حد طلب مننا حاجة لله نديله. سبحان الله، الله يكون في عون الناس الفقراء اللي مش لاقي تاكل. امال يا منس، وربنا سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان مبارك ليه؟ عشان يحس بالناس الفقراء والناس الغلابة. طب انت يا اسطى هتعمل ايه بعد الفطار؟ ورايا مشوار كده بعد الفطار اقضي، وهكلمك نتقابل على القهوة. بقول لك يا اسطى، ما تأجل المشوار لبكرة. لا، وكمان خد النصيحة دي مني، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. اشمعنى يعني؟ لأن بعد الفطار هتتقلب على ظهرك مثل الصرصار. اقفل يا منس، ما تشوف الولاية المجنونة دي عايزة ايه مني. حموكشة، يا ولية، رايحة جاية رايحة جاية، وانت فاكراني انا هنا في موقف عبود؟ لو انا فطرت هيبقى ذنبي في الولية ديت، كل شوية رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. يا ولية عايزة ايه مني تاني؟ يلا حموكشة بس خلاص، فاضل نص ساعة على الفطار، يلا انزل بقى هات لنا بقى عصير وصوبيا وعناب عشان نفطر عليه. حمامة يا قلبي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، يلا كلها نص ساعة والمغرب، دول الله أكبر وافطر براحتي. رمضان جانا وفرحنا بيه بعد الغياب،
أهلا رمضان، رمضان جه بعد الغياب. أهلا رمضان، رمضان جانا. قشطة، المغرب قرب يأذن. جبتلك كل حاجة يا حبيب قلبي وحطيتها لك في التلاجة. دلوقتي بتقول لحبيبة قلبك وانا مستحملاك طول النهار، عمال نازل فيها شتيمة وتهزيق. انا صبرة بس عليك لان دي اول سنة تصومها. خلاص بقى يا حبيبتي، ما يبقاش بقى قلبك اسود. طب يلا يا حبيب قلبي، خد بقى المفارش واطلع بقى افرش السفرة بره عشان ما فاضلش الا ربع ساعة. ولا اعرفك. مدفع الافطار اضرب. احلى كلمة سمعتها في حياتي. رمضان طلع جميل قوي. سبحان الله، الواحد لما يسمع مدفع رمضان انا ببقى فرحان. انا بعد كده انا مش هفطر ولا يوم خالص، هصوم رمضان كله، ولا يمكن اضيع ثواب رمضان وفرحة فطار رمضان ولا اي يوم تاني ولا اي يوم كمان اعوضه في السنة لما افطر. ودي كانت قصتي اللي انا قصتها عليكم. اني بنصح كل الاطفال يتعلموا الصيام في نهار رمضان، وبنصح الشباب نفس القصة ان هم يتعودوا على الصيام في رمضان، لان شهر رمضان اولا هو شهر القرآن، وشهر فيه قامت فيه جميع الحروب. ولازم نصبر نفسنا بصيام رمضان، طبعا بجانب الفروض الباقية، الصيام وقراءة القرآن. وما تنسوش كمان صلاة التهجد كمان ما تنسوهاش، وكمان صلاة التراويح بتبقى فيه فرحة للناس وهي بتصلي، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منها جميع الصيام. شكرا لكم. كلمتين أخرى قبل ما أقفل الحلقة. يا رب نكون مع بعضينا في رمضان أعواما عديدة وأزمنة مجيدة. فين الفطار يا ولية؟ أنا غلط مش قادر. هي يا حبيبي اديني بس نص ساعة بس كمان، الأكل بس زمان وخلاص قرب يخلص وأنا حاطط الأكل في الفرن. يا ولية حرام عليك، مش نص ساعة، لما أشوفك بس ده أنا هديك في وشك. هصوم رمضان كله، ولا يمكن أضيع ثواب رمضان وفرحة فطار رمضان ولا أي يوم تاني ولا أي يوم كمان أعوضه في السنة لما أفطر. ودي كانت قصتي اللي أنا قصتها عليكم. إني بنصح كل الأطفال يتعلموا الصيام في نهار رمضان، وبنصح الشباب نفس القصة إن هم يتعودوا على الصيام في رمضان، لأن شهر رمضان أولا هو شهر القرآن، وشهر فيه قامت فيه جميع الحروب. ولازم نصبر نفسنا بصيام رمضان، طبعا بجانب الفروض الباقية، وبنصح الشباب نفس القصة إن هم يتعودوا على الصيام في رمضان، لأن شهر رمضان أولا هو شهر القرآن، وشهر فيه قامت فيه جميع الحروب. ولازم نصبر نفسنا بصيام رمضان، طبعا بجانب الفروض الباقية، الصيام وقراءة القرآن. وما تنسوش كمان صلاة التهجد كمان ما تنسوهاش، وكمان صلاة التراويح بتبقى فيه فرحة للناس وهي بتصلي، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منها جميع الصيام. شكرا لكم. كلمتين أخرى قبل ما أقفل الحلقة. يا رب نكون مع بعضينا في رمضان أعواما عديدة وأزمنة مجيدة. فين الفطار يا ولية؟ أنا غلط مش قادر. هي يا حبيبي اديني بس نص ساعة بس كمان، الأكل بس زمان وخلاص قرب يخلص وأنا حاطط الأكل في الفرن. يا ولية حرام عليك، مش نص ساعة، لما أشوفك بس ده أنا هديك في وشك. هصوم رمضان كله، ولا يمكن أضيع ثواب رمضان وفرحة فطار رمضان ولا أي يوم تاني ولا أي يوم كمان أعوضه في السنة لما أفطر. ودي كانت قصتي اللي أنا قصتها عليكم. إني بنصح كل الأطفال يتعلموا الصيام في نهار رمضان،
وبنصح الشباب نفس القصة إن هم يتعودوا على الصيام في رمضان، لأن شهر رمضان أولا هو شهر القرآن، وشهر فيه قامت فيه جميع الحروب. ولازم نصبر نفسنا بصيام رمضان، طبعا بجانب الفروض الباقية، الصيام وقراءة القرآن. وما تنسوش كمان صلاة التهجد كمان ما تنسوهاش، وكمان صلاة التراويح بتبقى فيه فرحة للناس وهي بتصلي، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منها جميع الصيام. شكرا لكم. كلمتين أخرى قبل ما أقفل الحلقة. يا رب نكون مع بعضينا في رمضان أعواما عديدة وأزمنة مجيدة. فين الفطار يا ولية؟ أنا خلاص مش قادر. هي يا حبيبي اديني بس نص ساعة بس كمان، الأكل بس زمان وخلاص قرب يخلص، وأنا حاطط الأكل في الفرن أهو. يا ولية حرام عليك، مش نص ساعة، لما أشوفك بس ده أنا هديك في وشك.